بالك أن ستتم مؤامرة لإحياء الديانة الإغريقية القديمة في المغرب؟ تبع معايا. المغني المشهور عبد العزيز العرباوي قام بتغيير الاسم ديالو لعبد العزيز ستاتي. ستاتي اللي هو لفظ مقلوب لاسم الإله آتيس، واحد من الآلهة الإغريق، اللي المأساة ديال العشيقة ديالو أكتيستيس بدات فاش تفرض عليها أنها تشرب الشراب لإرضاء الإله ديونيسيس، الشيء اللي كيعبر عليه ستاتي بكل حرقة في الأغنية ديالو. حكمت عليها الظروف شرب الكاس وطرد الخواطر. نفس المقطع من الأغنية إلى قلبناه كيعطي هادشي. وخلي ضرب سايك البرش سايك البرش. هاد الجملة واضح أنها كتمشد في كوس أو كوساك الموروس، اللي كتعني باليونانية القديمة السيد أو الإله الموروس، اللي هو إله الموت عند الإغريق. مازال ما تيقتنيش. خذ الأغنية الأخرى الشهيرة ديال ستاتي، أعطيني الفيزا والباسبور. وصدفة أن المسافة بين كازا ومارسي هي تقريبا نفسها بين مكة والقدس المذكورين في قصة الإسراء. وهاد التيشيرت اللي لابسو ستاتي اللي مكتوب فيه كلمة كبرى، باين أنه مستوحى من الإله وجات له الرمز ديالو الكبرى، واللي هو أصل الأوراكلز في الديانة الإغريقية. وأخيرا لآلاف السنين بزاف ديال الناس حاولوا يلقاو قارة أطلانتس الأسطورية اللي ذكرها أفلاطون، واللي كيقولوا أنها موجودة في منتصف المحيط الأطلسي وسط واحد البلاصة سميتها الأعراف، واللي هي قمم جبال في منتصف المحيط. لكن كاع المحاولات كانت فاشلة. المفاجأة هي فاش خدينا إحداثيات قرية أربعاء العنات، مكان ولادة ستاتي وقلبناهم، لقينا أن الإحداثيات الجديدة ترمز لمكان ما وسط المحيط الأطلسي، وبالضبط وسط أعراف منتصف المحيط، الشيء اللي ما يمكنش يكون صدفة. المهم خليوها بيناتنا.